اول حاجه كده صلوا على النبي، وانا عايزه رايكم ان ده فطير مشلتت ولا مش فطير مشلتت. بصوا، حاجه قمر قمر. هنعمل النهارده بقى الفطير المشلتت باقل المكونات، وبجد تحفه جدا. تعالوا شوفوا معايا الفيديو. بصوا بقى، ترحموا على جدتي وحطوا لايك للفيديو. هتجيبي كده طبق، ده اول وصفه هنعملها. هتجيبي فيها 3 معالق سكر بودره حلو، مع معلقتين كده من الكاستر. حلو كده، 3 معالق سكر بودره، معلقتين من الكاستر. وهنجيب الزبادي العلب الكبيره دي، لان هنحتاجها ايه في كذا حاجه بقى. هتحطي معلقه 2 معلقتين بس من الزبادي مع اللبن السكر البودر اقصد، والكاستر. حلو كده. هنحط حوالي بقى كوبايه من الحليب. الحليب ده اللي هو اللبن يعني. واللهم صل على سيدنا محمد. معلقه من القشطه. اهو كده. هنعمل دلوقتي وصفة انا متأكدة ان انتوا هتعملوها، لانها سهلة وجميلة وحاجة لذيذة جدا. هنحط نص كوباية كده من الزبدة، بس اهم حاجة ان احنا نعملها بزبدة، لان الزبدة هتديكي ليها طعم جميل جدا جدا، وطعم الفطير بتاعك هيكون قمر. ظرف من الفانيليا زي ما انتوا شايفين كده. وهنحط كده ايه معلقة من البيكنج باودر. حلو. نقلب كل الكلام ده كله مع بعضه بقى، اللي هو ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. 3 معالق سكر، معلقتين كاستر، معلقتين زبادي، كوبايه من الحليب، نص كوبايه من الزبده، ظرف فانيليا، معلقه من البيكنج باودر، بيضايه. حلو. بيضايه، يعني اهم حاجه تحطي بيضايه. ماشي كده. هتجيبي البايركس بتاعك تدهنيه زبده، وبعدين هتاخدي ورق الجلاش، تبداي ان انتي زي ما انتوا شايفين يعني ايه ماما بتعملها، تطبقيها كده زي الهواية كده. شفتوا الورقة لما بتمسكيها تعملي بيها هواية كده؟ أكيد كلكم بتعملوا الموضوع ده. فهتمسكيها كده تبرميها، وبعدين تدوريها اللي هي زي الوردة. اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم سهله جدا، ما فيهاش اي صعوبه. هي تمسكي تبرميها وتعمليها زي الورده كده بالظبط. مش تاخد معاكي والله العظيم 10 دقايق، ولا في تحضيرها ولا في عمايلها. وبتكوني مسخنه بس الفرن عشان تحطيها في الفرن على طول. وبعد ما عملنا كل دي كانت لفه جلاش، تبداي تسقي بقى كل وردايه. الوردايه دي على فكره يا جماعه بتكون طبقتين او 3. كل وردية تسقيها كويس جدا جدا من الخليط اللي احنا عملناه، اللي هو بقى السكر مع الكاستر. الكاستر اديها طعم لذيذ جدا جدا جدا، فايه لازم تحطيه يعني. وفي كل وردية بقى من دي هتحطي ايه ربع معلقة كده من مربى. طبعا المربى اللي انت بتحبي طعمها، فراولة بقى، مش تين، احنا هنا حاطينها تين، فممكن تحطيها بقى مش تحطيها فراولة اللي انت بتحبيه. ماشي كده. وبصوا بقى شكلها، انا عايزه اقول لكم هي شكل وطعم، لان العين بتاكل قبل الفم يا جماعه. لازم تكون الحاجه كده نظيفه قدام عينك، وتكون لذيذه كده. وزي ما انتم شايفين اصلا شكلها وهي نيه تتاكل كده حاف. فبصوا بقى شكلها عامل ازاي، تحفه جدا جدا. تعالوا بقى نركنها كده على جنب، وبعدين نجيب نفس الطبق. هنحط بقى فيه كميه زبادي حلوه بقى، يعني الكوبايه الكبيره دي. شايفين انتوا، احنا هنزود كمان من الكوبايه التانية معلقتين، لان احنا هنعمل بقى ايه الفطير المشلتت بتاعنا. في نفس الكوبايه هنملاها حليب، وبعدين هنحط معلقه كبيره من القشطه. اهو يعني زبادي وحليب وقشطه. حلو كده. بس لسه احنا مش هنحط نفس المكونات التانية يا جماعه، فكملوا معايا الفيديو للاخر. زي ما بقول لكم، حليب وقشطه وزبادي. وبعدين هتحطي 3 معالق من السكر العادي بتاعنا، اللي احنا بنعمل بيه الشاي بلبن عادي. حلو كده. اهو زي ما انتم شايفين، يعني حوالي ايه 3 معالق كده. ونحط نص كوبايه بقى من الزبده، لان احنا دلوقتي هنعمل الفطير المشلتت بقى، اللي بصوا مش هيتخير ابدا ابدا عن ان انت تعمليه بدقيق. هنحط ظرف من البيكنج باودر، وهنحط برضو ظرف من الفانيليا. اهو زي ما انتم شايفين كده. الفانيليا طبعا بتدي ريحه وطعم خيال كده خيال. هنا بقى الصينيه طبعا بتنغنغيها في الارضيه زبده، لان انتوا عارفين يا جماعه الفطير ده بيكون عايز سمنه وزبده وحاجات زي كده. هتبداي بقى تحطي كده ايه من الجلاش. طبعا احنا هنعمل النهارده الفطير بتاعنا بالجلاش واتفرجي على الفيديو للاخر. وزي ما انت شفتيه اصلا في اول الفيديو، يعني ايه انت مش هتخيريه عن اللي بتعمليه بالدقيق ابدا ابدا. وفي كل طبقه هتبداي تحطي من الخليط اللي احنا عاملينه من القشطه والزبادي والحليب. حلو كده. واساسي انك تحطي البيكنج باودر عشان الفطير المشلتت بتاعك ينفش كده معاكي. وزي ما انتم شايفين اصلا الخليط يعني عالي عشان البيكنج باودر.
عايزة أقول لكم الخليط ده أصلًا طعمه بيكون لذيذ جدًا، جدًا، وأنا على فكرة عملت معاكم طريقة الفطير دي برضه في القناة هتلاقوها، لإن إحنا دايمًا بنعملها. عايزة أقول لكم جميلة جدًا يا جماعة ولذيذة وسريعة، عن بقى إنِّك تقعدي بقى تخبزي وتعملي. طبعًا الفطير المشلتت اللي إحنا بنعمله بالدقيق طبعًا ما يعلاش عليه، لكن ده إحنا بنقول الحاجات السريعة عشان ما نقفش في المطبخ كتير بقى وكده. وكل ما بتيجي تحطي واحدة من الجلاش كده على فكرة بتفضلي تقلبي كده الصينية زي ما انتوا شايفين ماما بتعملها، يعني واحدة من اليمين واحدة من الشمال واحدة من الطول واحدة من العرض، عشان كل الصينية بتاعتك تتملي ماشي كده. وزي ما انتوا شايفين بكل سهولة، بس أهم حاجة ما بين كل طبقة وطبقة إنك تدهني الخليط ده، تحطي منه اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مفيش أسهل وأحلى من كده. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. طبعا انا الوقت ده كنت بسخن الفرن. هنا بعد ما خلصنا بقى الصينية كلها، ولا دي ما كانتش كلها والله ما فاكرة، باين كده عملنا ده اول لأ، دي كانت اول لفة. الصينية الكبيرة دي خدت لفتين من الجلاش، دي كانت اول لفة اهو. زي ما انتوا شايفين هنبدأ ان احنا نعمل بقى احنا مع نفسنا تاني لفة. انا بس انا قلت اوريكم المقطع ده. هنا بعد ما خلصنا اللفتين بقى والحمد لله، هتبدأي تجيبي كده من على الوش معلقة كده من القشطة، وبعدين تبدأي ان انتي توزعي بقى ايه القشطة على الفطيرة كلها، الفطيرة كلها كده عشان تكون طعمها كده جميل ولذيذ. وبعد ما تحطي القشطة تعالوا نشوف هنحط ايه تاني، احنا لسه ما خلصناش. بس والله الموضوع سهل وتعمليه على طول، يعني هي ربع ساعة تبقي مخلصة كل حاجتك كلها. تدهني بس كده قشطة كويس عشان وش الفطير بتاعك يكون قمر كده اهو. بعد كده بقى كام معلقة كده من الزبدة وتقومي فرداها على الفطيرة. الزبدة بقى هتديكي اللون الذهبي الجولد ده اللي احنا بنحبه للفطير بتاعنا، زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. لذيذ قوي قوي اهو زي ما انتم شايفين. بصوا شكل الفطيرة عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله تحفة. حطيتهم بقى في الفرن هي واللي من المربى. ودي ماما كانت عملت برضو فطيرة، حطت في قاع الصينية الجلاش، وبعدين هنا بقى عملت ميكس ما بين ايه، ما بين زبادي ومربى وجبنة كيري. حلو كده، يعني تحشي الفطيرة بتاعتك زي ما انت عايزة. احنا الاولانية دي مرضناش نحشيها، عملناها كده سادة. دي عملناها محشية مربى وجبنة كيري وزبادي، التلاتة مع بعضيهم. عايزة اقول لكم يا لهوي على الطعم والجمال. تعالوا نشوف الجميل والقمر ده بعد ما طلع الفطير بطعم الكاستر والمربى. بص بقى، بص القمر، يعني حاجة قمر قوي. دي كانت طلعت حلو كده. وده هنا باقي الصينية، بدأنا ان احنا نحط برضو على وشها قشطة اللهم صل على النبي وزبدة، وحطيتها برضو في الفرن. تعالوا بقى نطلع الوردات بتاعتنا القمر دي. بصوا يا جماعة، والله والله قمر قمر قمر. بصوا شكلها عامل ازاي، والله الطعم يا ريتكم بقى كنتوا معايا في الطعم. طبعا هي ما كانتش اصلا محتاجه سكينه، هي كده تعمليها بالمعلقه على طول تلاقيها بتخرج معاكي. ايه رايكم في الورديه القمر دي؟ يعني عايزه اقول لكم والله العظيم حاجات جميله جدا تعمليها في البيت وانضف من بره 100 مره. بصوا طعم الكاستر مع المربى مع الزبدة، يا نهاري على طعمها كان جميل جدا. وقلب الوردية كده بقى محشية من المربى، يعني حاجة كده قمر قوي زي ما انتم شايفين. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. انا عايزة اوريها لكم. بصوا السوا بتاعها جميل جدا جدا، انا اديها بقى سوا مظبوط. تعالوا كمان نشوف الفطير في الفرن ايه اخباره. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله الفطير قابب ازاي، الله اكبر، كان تحفه جدا. وهنا بقى بعد ما خرج معانا الفطير المشلتت القمر بتاعنا. بصوا يا جماعه حاجه كده تستاهل بقكم، والله العظيم حاجه تستاهل بقكم وجميل جدا جدا. تعالوا نفضيها كده في الصينيه، تترمي كده في الصينيه يعني عشان تفتح نفسك كده. بصوا السوا بتاعها جميل قوي قوي. تبداي بقى كده تقطعيها بقى كده، ممكن تمسكيها كده بايدك وتقطعيها كده عشان نفسك تتفتح اكتر، بس انا طبعا عشان التصوير مش راضيه. بصوا من تحت السوا زي من فوق ازاي يا جماعه. انا بس بسوي في الفرن زي ما انتم شايفين سوا جميل جدا جدا. انت اهم حاجه تخلي، انا على فكره ما ولعتش الشوايه الفطير، اوعي تولعي شوايه عشان ما يتلتعش معاكي. انت سيبيها كده هتاخد اللون منها لنفسها.
اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى الجمال، صلى على النبي كده وشوفوا الجمال. بصوا التوريقه وبصوا القمر. طريه ملبل يا جماعه، طريه ملبل، بس هي طبعا كانت سخنه مولعه. عايزه اقول لكم جميله جدا جدا جدا. انا بجد بقول لكم لازم تجربوها، لازم تجربوا الفطير المشلتت القمر ده، بجد تحفه. بصوا مورق ازاي، حاجة كده في منتهى الجمال والنظافة واللذاذة. وده كمان الفسيخ اللي محشي اللهم صل على سيدنا محمد، مربى وجبنة بقى كيري والزبادي. بصوا يا جماعة، طري طري يعني ملبل كده زي ما انتم شايفين، والحشوة من جوه بقى سايحة ونايحة في بعضها كده، حاجة لذيذة قوي. بصوا ايه رأيكم؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. وهنا ده كمان الورد اللي احنا عملناه مع كوباية شاي بحليب، بقى حاجة تظبط كده الدماغ بجد، يعني تظبط الدماغ. بص بص. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش تحطولي لايك، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.